أفضل 10 مسلسلات تركية موجودة كلها كاملة على اليوتيوب. رابع مسلسل اتصل بمدير أعمالي أو اتصل بوكيلي. المسلسل ده بيتكلم عن شخصية اسمها دجلة، كانت عايشة في أنطاليا وحبت إن هي تروح اسطنبول علشان تدخل مجال المسرح والسينما. ولما راحت بقى اسطنبول راحت لأحد أشهر الوكالات اللي موجودة فيها، وطلبت إن هي تقابل شخص اسمه سراج أو كراش على حسب بقى النسخة مدبلجة أو مترجمة. والشخص ده بيتضح إن هو والدها اللي هجرها هي ومامتها من قبل اصلا ما تتولد، فبتروح له عشان يساعدها ان هي تدخل في المجال ده، لان هو شريك في اشهر الوكالات اللي بتشتغل في المجال ده، ولكن بيرفض ان هو يساعدها وبيحاول ان هو يمشيها يعني. لكن بتقدر ان هي تدخل بعد كده الوكالة دي كسكرتيرة لشخصية اسمها لميس. والمسلسل بقى الاحداث بتاعته اللي عايز يعرف النسب بتاع المشاهدة بتتحسب ازاي، الوكلاء بيحتقروا الممثلين ازاي. المسلسل ده فاضح حاجات كتير جدا من اللي بتحصل فعلا في الحقيقة في المسلسلات. هتعرفوا ازاي نسب المشاهدة واللي بتتحسب على اساس ايه، وحاجات كتير جدا من اللي بنقعد نقول الريت والكلام ده، كل ده موجود في المسلسل ده. المسلسل عبارة عن 135 حلقة مدبلج.